اذا صباح الخير، اهلا بيكم في برنامج التحليل الاستراتيجي. احنا عملنا بحث في برنامج عندنا، احنا اسره البرنامج اللي هي انا بس تقريبا، وتاملنا ان معظم الاغاني الاجنبي اصلها في الاصل عربي. مثلا زي ايه؟ تعال ناخد مثلا مثال زي اغنيه هاو ديب از يور لاف. اولا ده سؤال بتاع بنت عربيه اكيد، عرفت ست المرازيه دي، فاهم؟ تبقى قاعدين في امان الله كده تسالها كده هاو ديب از يور لاف ليه؟ فاهم؟ اي مرازيه وخلاص، اي مفتاح لباب نكد جديد. از ات لايك ذا اوشن؟ لا، اصغر شويه. بعدين اصلا البنت دي اللي كانت بتغني اصلا من هندسه المطريه، عشان هي يعني كان عندها امتحان مساحه، وده كان سؤال واقف معاها. حتى كمان تسمع حرقتها كده وهي بتحاول تحل الاجابه. الحرقه دي يعني تبقى بتاعت ضحايا هندسه. بعدين تتاكد منين ان الاغنيه دي عربيه 100%؟ لان هو في وسط الاغنيه ممكن تسمعها هي بتتكهرب. الكهرباء دي معروفه ان دي بتاعت الاب والام المصريين العاديين، هم الوحيدين اللي بيكهربوا اولادهم عشان الدراسه. ثاني مثال مثلا عندك ايه؟ اغنيه رؤيا بتاعت لورد. الدليل القاطع ان الاغنيه دي ان اصلا لورد مصريه اصلا، يعني هي كانت مخطوبه لواحد تقريبا او حاجه كده، واتخانقوا على فلوس او حاجه كده، فقالت له بقى لا ده احنا مش يهمناش الفلوس وبتاع ده، واحنا على نفسك وحاجات كده. في النص تسمعها ايه؟ بترتاح له هي واصحابها. تعرف ان دي راتحه مصريه اصيله، دي ما تجيش حاجه من واحده اجنبيه خالص. يعني حتى تشوف الاسلوب كده، هنا جنابيرو يا اختي رويا. ده تاني تاكيد علمي صريح. ويك اند مثلا، لو بحثنا في الدي ان ايه بتاعه هنلاقي ان اسمه اصلا جمعه، وهو اصلا من مركز بسيون في الغربيه. كان ماشي مع مين بقى؟ كان ماشي مع لورد. ليه بقى؟ كانوا ماشيين في حديقه الازهر، فكان يا عيني كل ما يحاول يتحرش بيها يحط دي على كتفها ولا يحط دي، فهمتم؟ لاسعاب الالم كل شويه محاوله في محاوله. فيعني الواد من كتر ما وشه اتهرى فايه غنى لها ايه برا لايكت. ليه؟ عشان الاحترام، لان اللورد كانت محترمه، هو برضه ما وعدهاش بحاجه، يعني ما وعدهاش جواز وكده. انتوا عارفين الخطوبه ما هي الا وعد بالزواج. فكان كل ما تديله بالقلم كان هو بيتبسط الموضوع، يعني مش حاسس بوشه بس كان بيتبسط الموضوع عشان الاحترام. يعني بمناسبه بقى العلاقات والجواز وكده، احنا عارفين ان جاستن بيبر كندي صريحه، دي ما فيهاش اي اختراع. مش هنقدر نفتي في البرنامج ولا نحور يعني، لكن امه مصريه، دي قاعده معروفه. ليه بقى؟ هو مثلا في الاغنيه بيقول لها ايه؟ My mama don't like you and she likes everyone. دي ام مصريه تيبيكال. سميره مش عجباني. ليه يا ماما؟ ما بحبهاش. مالها سماح؟ انا سماح دي مثلا جارتك او زميلتك في الشغل، وانت عمرك ما يعني كان في بينك وبينها كلام، بس هي بتحبها، فاهم؟ سلمى بنت خالتك، اي حد، فاهم؟ بس سميره لا. فهو يعني جاستن بيبر كانت امه كان عندي يعني عملت مشاكل على اساسها ايه؟ عمر الاغنيه دي برضو. طبعا عارفين الميكروباص دايما بيشغلوا اغاني جريحه والدنيا لفت بعضها وحطت عليها الكلام العجيب ده. ريهانه كانت عايزه تعكس الشارع المصري او الميكروباص المصري بشكل خاص على اغنيه حزينه، فطلعت معاها ايه؟ فطلعت معاها اغنيه ورك. اصلا في وسط الاغنيه تسمعها بتحمل فاضيه هارة جيزه يا باش، فاهم؟ بتحمل طبعا عشان البرشام بيؤدي للدخول مع بعض. لازم العالم كله يعرف ان اغنيه ورك اصلها من اصل مصري طبعا، وان ريهانه كانت بتحمل هرم وجيزه الميكروباص اللي هو بيبقى بيعدي من جامعه الدول ده. لوكاس جراهام مثلا بتاع وانس I was 7 years old، تعرف انه من الارياف. ليه؟ لان هو بيقول لك ايه؟ once I was 11 years old my daddy told me go get yourself a wife or you'll be lonely. وايف ايه اللي عندك 11 سنه؟ يعني الموضوع مش منطقي. الا ده كان في الارياف. في الارياف ينفع جدا لو عندك 11 سنه اتجوز وخلف، وان شاء الله تفتح 3 بيوت، ما عندهاش مشكله. المهم لوكاس بقى لما كان سخن في اخر الاغنيه كان ايه بيكتب بقى ايه؟ بيتخيل لما كان عنده 60 سنه، هو اصلا كان قاعد على قهوه في الامراء اللي هي في حي الثامن دي، هو بيكتب الاغنيه سخن، فكان عايز بقى ايه؟ الحجر كان بتاع الشيشه كان مطفي، فبيقول لك ايه؟ سون اي بي 60 years old ولعه ولعه، فاهم؟ سون اي بي 60 years old كان دايما بينادي على العبغاني عشان يجيب له الولعه، وبرده ما كانش حد بيرد عليه، فتلاقيه في النص احبط كده يسخن، عارف يجيب كوبليه تاني، فاهم؟ فيجيب بقى سونا بي 60 ولعه. كان بيأكد على انه موضوع الولعه برضه هو غلطان، ان هو عشان بيقعد في الامراء عادات سيئه، ولكن برضه الاغنيه دي اصلها مصري طبعا، حققت نجاح باهر. دول ان لوكاس جراهام كان قاعد على القهوه وكان بيطلب الولعه، ما كانش الانسبيريشن ده جاله بالظبط، عشان طبعا الشيشه هنا مضره جدا بالصحه وما ننصحش حد يشربها. ومن هذا البرنامج نؤكد ونطلق ان هذه الاغاني معظمها عربي، وان الابداع العربي مستمر. ان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده من برنامج التحليل الاستراتيجي المبني على كل اسس علميه وكلها حاجات من واحد صاحبي. اخرج شوف الدنيا، اللي حبسك خلاص مات.
اخرج اعرف لك صاحب او صاحبة. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old.